اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة العلاقات الصحية. حاسة بقالي كتير قوي ما قلتلكوش مشروبك وتعالي اسمعي. خلاص بقينا كل يوم الصبح نفتح سوشيال ميديا نشوف الكابل الجديد اللي هيظهروا لنا النهاردة ويطلعوا ترند طبعا لفترة عشان نعيش معاهم حياتهم بقى، خروجات وسفر وهدايا وورود واعياد ميلاد وستوريهات بقى ليل نهار، وننبهر بيهم لحد ما نصحى في يوم نلاقيهم انفصلوا. وبعد ما كان الاكاونت ليهم هما الاتنين بينزلوا عليه كل حاجة، نلاقي كل واحد فيهم عمل اكاونت خاص بيه عشان يبدأ التلقيح والخوض في اعراض بعض، وهكذا بقى نتسحل معاهم فترة لحد ما يبدأ الكابل اللي بعده يظهر علشان نشوف نفس السيناريو. تحس ان هو مخرج ومنتج ومؤلف وسيناريو واحد بيتوزع عليهم كلهم، وانت كبني ادم طبيعي بقى دماغك تشتغل وتبدأ تحس ان في حاجة غلط، وانت كبنت تشوفي انك قليلة وان الحب ده مش ليكي. مش هنكر ان انا من كام سنة اول ما بدأ يظهر حوار الكابل جولز ده كنت منبهرة بيه، فانه قد ايه العلاقات دي مثالية وما فيهاش غلطة. لكن سبحان الله بمجرد ما شفت ان اغلب العلاقات بتنتهي بطريقة دونية جدا ما فيهاش اي نوع من انواع احترام او تقدير الاطراف لبعض، وازاي بيهون عليهم العشرة، ادركت ان كل دي كانت تقاليع فارغة وغير واقعية، كان هدفهم منها الشهرة والفلوس وبس. لكن بقى الحقيقة والواقع فهو بعيد كل البعد عن كل ده. فخلونا في فيديو النهاردة نتكلم عن الضغط اللي بتضغطه لنا السوشيال ميديا وترندات الكابل جولد، وازاي ممكن يأثر على علاقتك بشريك حياتك ويوصلك بانك تكره حياتك اصلا. خلينا نبدأ بأول فقرة وهي حقيقة السوشيال ميديا. ما اعتقدش ان في شخص طبيعي في وسط خناقته مع شريك حياته او ايا كان مين الطرف التاني اللي بيتخانق معاه ده هيمسك الموبايل ويفتح الكاميرا ويبدأ ان هو يصور، الا لو كان الشخص ده غير سوي طبعا. اصل مفيش حد هيحب يظهر بالصورة دي اصلا. فمعظم اللي انتوا بتشوفوه ده علشان هم عاوزينكم تشوفوه، عاوزينكم تشوفوا الضحكة الحلوة واللحظة الحلوة وبس. انا مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس معظمهم اصلا فيديوهاتهم دي مجرد سكريبت مكتوب وشغالين عليه بروفات قبل ما يعملوا الفيديو وينزلوه عشان بس الفلوس. وهم مجرد اتنين ممكن اصلا ما يكونوش يعرفوا حاجة عن بعض، وممكن اصلا ما يكونوش بيطيقوا بعض، بس الفلوس بتعمل اكتر من كده. ولو اغلبكم لسه مش مدرك ان حتى العلاقات اللي زي دي بيبقى فيها مشاكل وصراعات ممكن تكون اصلا اكبر من مشكلتك انت وخطيبك او انت وجوزك، لان الشهرة والفلوس طرف داخل ما بينهم، ودي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل لاي علاقة. ازاي بقى العلاقات الترندات اللي بتظهر دي بتأثر على نفسيتنا وعلى علاقتنا مع الطرف التاني؟ عايز اسألك سؤال. اول حاجة بتعملها اول ما بتشوف الفيديو او الترند ده بتعمل ايه؟ يعني مثلا لما بتشوف واحد جايب لخطيبته او مراته هدية بكام 100,000 بتعمل ايه؟ تبدأ تقارن نفسك وحياتك وظروفك بيهم، مش كده؟ بتحس انك قد ايه قليل. بس دي اغبى حاجة ممكن اي بني ادم يعملها لنفسه، انه يقارن اصعب لحظات حياته باحلى لحظات حياة غيره، ودي كارثة. وانتي طبعا بتحسي انك مش مع الشخص الصح عشان مش كل شهر بيغير لك في عربية، مش كده؟ او لو انتي لسه مش مرتبطة بتجري تدوري او توافقي على اي حد وخلاص لمجرد ان يبقى اسمك في علاقة وبس. مش مهم بقى الطرف التاني بقى توكسيك، مش محترم، ما عندوش اخلاق، ما عندوش ضمير، مش بني ادم اصلا، مش مهم. المهم يبقى في علاقة وخلاص، يبقى اسمي مرتبطة وبس، مش كده؟ وانا بقى بشوف ان اكبر اذى ممكن اي بني ادم يأذي بيه نفسه انه يبص للي في ايد غيره ويدخل نفسه في مقارنة هو اصلا مش مطالب بيها. هل سألتوا نفسكم في مرة لو صحينا من النوم فجأة كده لقينا الانترنت ملهوش مكان ما بينا، العلاقات دي هيكون مصيرها ايه؟ اصل معلش دي الحاجة الوحيدة اللي كانت حافز ليهم انهم يكملوا، هي حب الشهرة والفلوس، وما بقتش موجودة خلاص. تفتكر هيكملوا؟ احنا بجد وصلنا لوضع غريب وصعب. بعد ما كانت العلاقات اصلا اساسها الحب والاحترام والاستقرار والاهتمام، المعنى دلوقتي بقى مختلف تماما وبقى قايم بس على الارقام. وبقى دلوقتي الاهتمام للكاميرا مش للطرف التاني، ومشاعر الطرف التاني بقت مجرد بيزنس عشان نكسب منه قرشين او نطلع بيه ترند.
واحترام الطرف التاني يبقى مربوط بنهاية العلاقة. المكان كل واحد فينا بعد النهاية بيروح في حاله في صمت، لا ده احنا بنطلع نلقح على بعض ونفضح أسرار بعض عشان بس نكسب تعاطف الناس وبرضه نزيد شهرة. أي سبوبة بقى. طيب ازاي بقى نحافظ على نفسنا او على علاقتنا من الضغط اللي احنا بنتعرض له ده؟ اول حاجه خليك واعي واعرف ان السوشيال ميديا اغلب اللي ظاهرين عليها بيسعوا بس للشهرة والترندات، وارجوك بطل تقارن نفسك وعيشتك وظروفك بحد، لان مفيش حد فينا زي التاني ولا في حد فينا حياته كاملة. ولو انت في علاقة خليك صريح مع شريكة حياتك او مع شريك حياتك، واشتغلوا مع بعض على علاقتكم بعيدا بقى عن جو الفلاتر، وقيموا علاقتكم بناء على اللي انتوا بتحسوه مش اللي انتوا بتشوفوه. ولو انت او انتي مش مرتبطين فانتوا مش ناقصين ومش فشلة ومش مفيش حد بيحبكم ولا حاجة، لا انتوا عادي محبوبين، بس انتوا لسه نصيبكم مجاش مش اكتر. واخيرا بقى العلاقات الصحية مش لازم تكون ترند علشان تكون ناجحة. والحب الحقيقي مش محتاج بوست عشان يثبت نفسه ولا حاجة. المفروض ان احنا دلوقتي نكون انضج من كده، والفيلم او اللعبة دي تكون ظهرت لينا على حقيقتها خلاص. فبلاش تنخدعوا وتصدقوا كل اللي بيحصل ده. قولولي بقى ايه اكتر حاجة بتحسوا انها ضغطاكم في علاقات السوشيال ميديا والكابل جولز دول. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تقولوا لي الحلقة الجاية حابين نتكلم فيها عن ايه. على فكرة انا مش راضية تماما عن عدم اهتمامكم بيا ده، وزعلانة جدا وممكن اخاصمكم عادي، ولكن لكم فرصة عشان انا قلبي طيب. هنشوف الفيديو ده بقى هيحدد. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.